بلساني. بسم الله الرحمن يا الله. بسم الله يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، جاءنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي المخطئة بتقوى الله، وأحثكم على طاعته وطلب رضاه، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء
عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال خالقنا من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي، لا أحسب أحدا يسمع هذه الآية التي ذيلنا بها تلاوتنا إلا ويقف عندها موقف العظمة من هذا البيان الإلهي الرائع العابر للبلدان والشعوب والقبائل بل وللقارات، وخاصة إن تسمعوها بصوت مولانا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد روح الله روحه في عليين، حين تلاها رحمه الله تعالى وجزاه الله عن القرآن وأهل القرآن والمسلمين والإسلام خيرا، حلق بها فوق 7 سماوات بصوته الندي كأنه يطوف حول العرش بها، حتى قال شيخ عموم المقارئ المصرية الشيخ أحمد معصراوي العالم المعروف الذي زارنا هنا أكثر من مرة، قال حين أسمعها من الشيخ عبد الباسط كأني به يطوف على القارات ال5 بصوته الندي ينادي الجميع: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا قاله ربما أكثر من 10 سنوات في مقابلة. سبحان الله، حين تلا هذا الشاب الذي أسأل الله عز وجل أن يرفع قدره غانم المفتاح، حين تلاها في المونديال أصابت كل واحد منا بروعتها، سواء أكان مؤمنا بها كمؤمن بالله ورسوله وكتابه أو إنسان يسمعها لأول مرة بهذا النداء العالمي، وخاصة أنه تلاها بهذا الأداء الصوتي الجميل فلامست مسامع الجميع. وربنا سبحانه وتعالى جل في علاه الذي أنزل هذا الكتاب وهو رب العالمين يخاطب الجميع في كتابه في غير ما موضع من الآيات البينات، يناديهم بالنداء الإنساني العام، يقول: يا أيها الناس
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى يا أيها الناس اتقوا ربكم. وكأن الله عز وجل يقول لهم أما وإنكم لم تؤمنوا بعد لكنني أناديكم لأنني ربكم وأناديكم لأنني خلقت الفطرة السوية فيكم، وهذه الفطرة إن استجابت لنداء الله عز وجل لا بد أن يحدث فيها أثرا. لذلك هذه الآية من الآيات التي تعجب الجميع، ولو الإنسان أخذها لوحدها وبدأ يتفكر فيها لحل نزاعات الدنيا كلها. أن الله يقول لا فرق بين عربي وعجمي ولا أحمر ولا أصفر ولا أسود لأنكم جميعا لآدم وآدم تراب، التفاضل فيما بينكم بالتقوى، والتقوى محلها القلب ولا يعلمها إلا خالقها سبحانه وتعالى. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يحق لأحد أن يزكي نفسه بالتقوى، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وإذا بقيت هذه التقوى سرا بينك وبين الله عز وجل وأراد الله لها أن تكون كذلك لم يكن لك لتتكبر بها، إنما حري بالمؤمن إن رزق التقوى أن يتواضع بها وأن يرحم عباد الله عز وجل بها. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير، عليم بما في دخائل أنفسكم خبير بأعمالكم سبحانه وتعالى. آية معجزة سبحان الله تهز كيان الإنسان. لذلك حق للمسلمين جميعا أن يفخروا بها وأن يعرفوا الناس بدينهم من خلالها، والحمد لله رب العالمين كان لها دورها بأعظم محفل كروي في العالم المونديال كما تابعنا جميعا. هذه الآية أيها الأخوة تقول أيضا أن دور الإسلام في معركة الوعي أن يخاطب الفطرة، لكن للأسف إن انتكست الفطرة خطاب رب العالمين ما عاد يفعل فعله مع المنتكسين. لذلك وجب أن يصححوا فطرهم ليستجيبوا نداء الله سبحانه وتعالى. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، لأن معين هذا الدين ينبع من مشكاة الفطرة، ولذلك من سلمت فطرته استجاب لنداء الله سبحانه وتعالى بلا تلكؤ. وكأن القرآن كان يقول يا أيها الناس أنادي فطرتكم، أليس صحيح هذا النداء بعمقه وبعده وشموله؟ أليس هذا النداء الرباني يذيب الفروق بينكم وما أكثرها؟ أليس هذا النداء الرباني يجمع المشتركات الإنسانية في بوتقة واحدة ويجعلكم إخوة متحابين؟ اللهم بلى. لذلك قال وجعلناكم شعوبا وقبائل، ما قال لتتقاتلوا لتتنابزوا لتتفاخروا، قال لتتعارفوا، دعوة للتعارف. تقول لي لما لم يقل لتؤمنوا؟ لأن القرآن يريد بالخطوة الأولى أن يعرفنا غيرنا وأن نتعرف نحن أيضا على غيرنا. لما أيها الإخوة؟ لأنهم إن عرفوا أحبوا، لأنهم إن عرفوا احترموا وقدروا، لأنهم إن عرفوا كفوا يد العدوان. وهذه البداية، نحن لا نطالبهم بضربة واحدة أن يؤمنوا، لعل هذا صعبا، لكن أقل تعرفوا. لذلك لو عرفوا الإسلام، لو تعرفوا على القرآن، لو تعرفوا على رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم لا أحبوا وقدروا واحترموا، وهذا بحد ذاته إنجاز. القرآن يريدنا أن نؤسس علاقاتنا على الاحترام، ولذلك نهانا الله عز وجل نحن بالمقابل أن نعتدي، نهانا أن نسب الذين يدعون من دون الله، نهانا أن نسيء لهم، نهانا بل أمرنا أن نبرهم وأن نقسط إليهم.
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم أنتم بادروا ببرهم طيبوا خواطرهم تألفوا قلوبهم لأنهم هم في حاجة إلى هذه الرحمة التي أنزلتها بين أيديكم. جميل المؤمن يا إخوان يفهم بها البساطة رسالة الدين. ذلك الناس ما تحتاج إلى تقعير كلام وتكثير كلام يفهم الإسلام، يحتاجون إلى هذه الرحمة. ونحن نقول بشكل واضح يا إخواني هذا المونديال لست من المهووسين في كرة القدم، لكنه فرصة وهو كذلك أن تجتمع هذه الشعوب جميعا سواء على أرض الميدان الملعب أو من خلال الرأي وتبادل التحليلات وكما يقال يعني الانتقادات هنا وهناك لكي يبادلوا الرسائل فيما بينهم. لذلك الكرة ما عادت كرة، صارت شيء يتجاوز الكرة من سياسة واقتصاد واجتماع. ولذلك جزى الله أهل الخير في قطر حين أعدوا لهذا الموسم عدتهم للتعريف بالإسلام ولنشر الخير يعني إعطاء صورة جديدة بل مبهرة عن عالمنا الإسلامي والعربي الذي لطالما صور في الرأي العالمي أنها بؤرة معارك وإرهاب وقتل وذبح. غير صحيح، هكذا أرادوا أن يصوروا للدنيا أن العالم الإسلامي يختصر بكلمة إرهاب، ولذلك جعلوا من كل مسلم إرهابيا ممكنا كأننا جميعا قنبلة موقوتة. هم ما قالوا هذا، لكن الخطاب الذي يتكرر على مسامع الغربيين أوحى إليهم أن المسلم يساوي إرهابي، قنبلة موقوتة في أي لحظة تنفجر. جاء هذا المونديال يقول لا، نحن دعاة سلم وسلام وأمن وأمان، بل دعاة حياة تقوم على الدين. زيك لا تظن والله هذه الآية التي تلاها هذا الشاب غانم مفتاح جزاه الله خير هكذا عابرة، لا، يريد أن يقول حتى المونديال نحن نستطيع أن نجمع به الأرض تحت مظلة هذه الآية القرآنية الربانية. معنى عميق يا إخواني، وجزا الله خيرا كل من ساهم. لكن بالمقابل انتبهوا الآن، هناك من خلط الحابل بالنابل وأبى إلا أن ينتكس بفطرته وإلا أن يشوه ابتداء قبل مدة طويلة هذا المونديال بدعاوى كلها كاذبة أنه من هي قطر ولا تستطيع إلى آخره. للأسف إخوة الدم والدين ساهموا في هذا، لكن أبى الله عز وجل إلا الرفعة لهذا البلد، وكأنهم كلما أرادوا أن يحطوا من قدره كلما ارتقى بعليائه كالنسر يقول لهم تعالوا الحقوا بي، وأين يلحقون؟ لكن للأسف وهذا ما استغربنا منه، لك يا أخي أنت تريد أن تتبنى الرذيلة، تبناها في بيتك، يعني اخرب بيتك بيدك، مالي ومالك، لكن أن تفرض علي رذيلتك انحرافك عن الفطرة بمؤسسات مدعومة من حكومات رسمية، هذا ما لا يقبل. وكنا فعلا أنا من الأشخاص الذين كنت يعني عندي وجل وتخوف من أن تبخع وتخضع قطر لهذه الضغوطات، لكن سبحان الله وجدنا شيئا غير هذا تماما. والله يا إخواني أنا سعيد جدا من قلبي بهذه الوقفة الصلبة لشعبها ولحكومتها ولأميرها، نسأل الله أن يزيدهم أبدا بالضرس القاطع. قالوا ممنوع، بل إن الفرق التي أرادت أن تبث رسائل ليس لها علاقة بالكرة لتنتكس بفطرتها هي، والحمد لله ربي خيبها البارح، وترسل رسائل القذارة للعالم ستحاسب. شيء طيب، أنت تريد أن تفرض حرية على زعمك في بيتك لتخرب بيتك بنشر هذه القاذورات، بل لتفرضها على الناس فرضا، افعلها، لكن لا تأتي إلى بلد فيه الطهر والعفاف والأسر والعوائل والعادات والتقاليد والدين قبل كل هذا فتفرض علينا وساخاتك. اذهب يا رجل استحي بها، استحي بها واختشي. أنتم دمرتم الأسرة هنا وتريدون أن تشركوا العالم دماركم الأسرة، لن يطيب لكم هذا. زيكم حنقوا حتى على النسخة السابقة للمونديال، لكن كانت الهجمة أقل، لكن لما أخذتها قطر وبجدارة وبإجماع الجميع
للأسف أرادوا أن يستغلوا هذا الموسم ليمرروا هذه الرسائل، فقلنا لهم لا، نحن أمة عندها دين، عندها قداسة الأسرة من أقدس المقدسات، وأفسد الفساد في القرآن الكريم قطيعة الرحم ودمار الأسرة، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وعمى أبصارهم. هذا أشد وعيد في القرآن الكريم. ومن دمار الأسرة أن تمنع النسل الطيب، وأن تمنع العلاقة الطبيعية الربانية التكوينية التي بناها ربنا تبارك وتعالى من ذكر وأنثى. لا، يريدون أن يشوشوا على الأطفال وعلى الشباب ويقولوا لا، هذا حب وغرام وهذا حب وغرام، وهذا زواج وهذا زواج، وهذه علاقات غير صحيح. هنا استقامة وهنا انحراف، هنا أسرة ونتاج، هنا اضمحلال وضمور بل وانعدام وزوال المجتمعات. ذاك رضي الله عن ابن خلدون عالم الاجتماع، أول من أسس علم الاجتماع، يقول الأمم لا تنهض فقط بالعلم والقوة. بعض الناس يظن أن العلم والقوة خلاص نهضنا، لا، إنما تنهض بالأخلاق، ولا تزول الأمم إلا بالأخلاق. إيش فات مع قوة وعلم وتسخرهما للفساد والإفساد؟ طيب ما اخترعوا القنبلة الذرية ودمروا أمة بكاملها في ناكازاكي وهيروشيما، إيش استفدنا يعني؟ طيب ما الآن العلم يسخر أداته للترويج لهذه القاذورات، ماذا استفدنا؟ لا، الأخلاق. لذلك حتى المؤرخ البريطاني أرنولد توينبي قال الأمم لها 5 مراحل. المرحلة الأولى مرحلة النشأة والتأسيس، المرحلة الثانية مرحلة يعني القوة والنهوض، المرحلة الثالثة مرحلة الجمود، ثم مرحلة التراجع والضمور، ثم السقوط المروع. هم الآن في المرحلة الرابعة، كأنهم يريدون أن يعجلوا المرحلة الخامسة. لك يا رجل، مجتمع بلا أسر ماذا ينفعك؟ مجتمع كل واحد يعيش على كيف ماذا ينفعك؟ أنتم تسحبون معاني الرحمة من المجتمع حين تقطعون الرحم. ماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟ أنا قرأت تقريرا يا إخواني في بلد هنا جنبنا يعني لفريق سوق لها الرذيلة، عندهم 400,000 امرأة تشتغل في البغاء رسميا. ها طيب 400,000، قم ببحث يعني لأفهم يعني كيف المجتمع شغال. طبعا لا أعمم، ترى انتبهوا ما أحد يفهمني غلط، ولا أقول ما عاد عندهم قوة، لا، لكن هذا مؤذن بسقوط المجتمع. يعني نحن نريد لهم الخير بهذا الذي نقول. 400,000 امرأة تشتغل في البغاء، معدل السكان تقريبا 60 مليون، يا سيدي 70 مليون، وكتبوا أن معدل زبائن كل مرة في اليوم يتراوح ما بين 10 إلى 4-5، يا سيدي خلينا على 5. تعرفوا معنى 400,000 امرأة تشتغل في البغاء؟ يعني هؤلاء بشهرين يلفوا الشعب كله إحصائيا. طيب ما شرط كل الشعب أن يفسد، لكن أن تترك هذه البؤر وبشكل مرخص، بل تعطي الشباب بطاقات، من أراد أن يفرغ شهواته بالحرام والباب مفتوح والحكومة تدعم. معناها أنت خربت المجتمع كله وبمدة وجيزة بلمح البصر. إذا اكتبوا يا إخواني التأسيس صعب، أنت الآن تبني بداية تحتاج لك سنة، هدمها بثوان. كذلك هدم المجتمعات أخلاقيا لا تظن يحتاج مدة طويلة. يعني نحن أنا جيلي والإخوة اللي من عمري شاهدوا تحولات سريعة جدا، والآن القادم أفظع. نحن بين سنة وسنة تختلف علينا الأمور. 400,000 امرأة. طب تعالوا بنا نقرأ إحصائيات في أوروبا. كم عدد المتاجرة باللحم الأبيض؟ أكثر من 30 مليون امرأة في أوروبا يا إخواني. يحدثون عن الرق والإسلام والرق والعبودية، هذا ألعن من الرق. أقل الرقيق كانت تحفظ له كرامته، يعلم، يطعم، يكسى، ينام. هؤلاء يلقون في الشوارع. لا، نقول لهم وبالضرس القاطع: أنتم نعم قدتم العالم في الجانب المادي، لكن اسمحوا لنا، هناك غيركم من هو أجدر منكم بقيادة العالم في الجانب الأخلاقي. نحن للأسف، أقولها والله والقلب يعتصر ألما، جزاك الله خيرا، أننا تخلينا عن مهمتنا. وإلا يا إخواني
من أجدر من هذه الأمة المرحومة التي أنزل الله عز وجل عليها هذا الكتاب الذي ينادي بهذه النداءات أن تقود العالم أخلاقيا؟ من أجدر منا؟ حتى لو ما كان عندنا قوة مادية. ذكرت لكم في خطبة سابقة المستقرئ التاريخ ومن عصر النبوة يرى أن التميز الإسلامي ما كان في الجانب المادي. لذلك نحن لا نطالب أن والله تطوروا ماديا لتقودوا العالم، لا، المادة تأتي وتذهب، ما عندنا مشكلة. نحن علينا أن نقود العالم أخلاقيا حتى مع فقرنا، حتى مع ما نحن فيه ربما من تخلف مادي، لكن الأخلاق تغطي على كل شيء. يعني أنت ممكن تكون فقير، ما ليس عيبا الفقر، سيدنا علي كان فقيرا، لكن أن تكون على خلق والله أكبر الأغنياء يحترمك ويضرب لك تحية. ممكن ألا تكون ذا قدرة على أن تنتج علما، ممكن في تخلف علمي عندنا، لكن أخلاقك تغطي على علمهم، لأنهم بعلمهم المنحرف قد يفسد المجتمعات، وأنت بخلقك مع قلة علمك قد تحيي أمما. ومثل لهذا يا إخواني بشكل بسيط، إنسان أمي عامي لكن ربي زرع في قلبه الرحمة، ورجل عالم بروفيسور في الجامعة لكن يحدث الناس من برج عاجي، من أنفع للمجتمع؟ هذا الدكتور أم هذا العامي الذي يرحم الضعفاء من أمثاله؟ هذا بالزمان هذا برنارد راسل فيلسوف بريطانيا كان ينظر للاشتراكية ويتحدث، فقال له أنت يعني صدعت رؤوسنا، هات لنا مشروع على أرض الواقع، تتحدث وأنت اشتراكي يعني صلب. قال أنا لست جمعية خيرية، أنا دكتور بروفيسور، فقط عملي كفيلسوف أن أنظر عليكم. قال هكذا بكل وقاحة. لا، نحن نقول الحمد لله نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا ألا نتاجر بقضايا الضعفاء، بل أن نتماهى معهم وأن نوطن أنفسنا لخدمتهم ونتشرف بذلك. فلذلك خطبنا الأسبوع الماضي قوله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وتحدثنا سريعا ومضات عن كفالته صلى الله عليه وسلم لأيتام الصحابة، وقد كفل الأمة جميعا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا يا إخواننا قلنا لهم لا، قيادة العالم اسمحوا لنا فيها، ليس مثلكم من يقود العالم، إنما أنتم تقودونه للهاوية وللدمار. لسنا نحن من اخترع الحروب العالمية والدمار الشامل وأسلحة الدمار الشامل. رجاء اسمحوا لنا وعليكم أن تصغوا إلينا إصغاء التلميذ للأستاذ، لكن على هذا الأستاذ أن يفيق وأن يأخذ دوره الريادي. والحمد لله فرحنا جميعا بهذه المبادرة الطيبة التي قام بها إخواننا في قطر في التعريف بالإسلام، وفرحنا بمونديال قطر، وهنيئا للمنتخب المغربي إن شاء الله دائما للتألق، وكلنا مع يعني الأمة العربية كلها والله يا إخوان هي كرة صح، لكن كلها أظهرت وحدة حول هذه الكرة كما لم تظهره حتى على الدين نفسه للأسف. ودي أقولها بحسرة للأسف، لما نتحدث عن الدين نتفرق ونتصارع. الكرة وحدت العالم العربي من المشرق إلى المغرب، بل أقول العالم الإسلامي. نحن ما فقط مع المغرب، حتى مع السنغال، مع كل دولة إسلامية إن شاء الله تعالى كلها حظ موفور لنقول قادرون. والكرة هي معيار وكما يقال سينيالي بسيط، يعني مؤشر إن شاء الله لتقدم هذه الدول. أسأل الله عز وجل لهم التوفيق، وأقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. أسامة موجود؟ بسم الله والحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. عباد الله، اعلموا أن الله قد أمركم بأمر عظيم بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه. قال ولم يزل قائلا عليما آمرا حكيما، تعظيما لقدر المصطفى صلى الله عليه وسلم وتكريما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت،
إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قامها الله وأدامها وجعلنا من صالح أهلها السوء. إخواني، إن شاء الله تعالى بعد الصلاة سنصلي صلاة الغائب على والد أخينا عبد الحفيظ أبو درويش، أخونا معروف يعني لدى الإخوة جميعا، توفي والده بالأمس، نسأل الله عز وجل له الرحمة والمغفرة. نصلي عليه صلاة الغائب، واليوم إن شاء الله تعالى في عزاء في المسجد على الساعة 6:30 إن شاء الله تعالى، يتبع ذلك صلاة العشاء وصدق عن روحه الطاهرة. بارك الله فيك. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة الغائب عن والد أخينا عبد الحفيظ أبو درويش يرحمكم الله. صلاة الجنازة 4 تكبيرات. التكبيرة الأولى نقرأ فيها فاتحة الكتاب. التكبيرة الثانية نقرأ الصلاة الإبراهيمية. التكبيرة الثالثة ندعو للميت. التكبيرة الرابعة نقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ونسلم. وصلاة الجنازة هي دعاء في العموم، لذلك هي ليس فيها لا ركوع ولا سجود. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم اغفر له. اللهم جازي بحسنات حسنات. اللهم كن وسلم في إحسان. الله أكبر. اللهم لا تحرمنا أجره. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى روحه الطاهرة.